كشفت مصادر إعلامية محلية من مدينة خريبكا عن إقدام شخص على اقتحام منزل أستاذة حامل واغتصابها في عز نهار رمضان بعد ربطها بحبل. وذكرت المصادر ذاتها أن الواقعة البشعة التي وقعت بإقليم خريبكا نهاية الأسبوع المنصرم راحت ضحيتها أستاذة حامل. وأوضحت المصادر نفسها بأن الجاني اقتحم منزل الضحية وقام بربطها بواسطة حبل مستعملا سكينا لتهديدها، غير آبه بتوسلاتها وكونها تحمل في أحشائها جنينا ولا مكترث بحرمة شهر رمضان الفضيل. المصادر نفسها أضافت بأن الجاني أقدم بعد ذلك على اغتصابها بشكل وحشي في واضحة النهار وسط شقتها المتواجدة بذات الإقامة التي يقطن بها المتهم. هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث فر الجاني إلى وجهة مجهولة بعد إشباع غريزته الحيوانية. حينها قام زوج الأستاذة فور علمه بالواقعة بإشعار مصالح الدرك الملكي، والتي تحركت بشكل سريع لتنجح في اعتقال المتهم. إلى ذلك وبعد تحقيق أولي في النازلة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكا أمس الاثنين بمتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال في انتظار انطلاق جلسات محاكمته.